تعرف تعمل فلوس في مصر؟ لو اخترت وسيلة المواصلات الصح. فاللي عملته اني كنت بعرف اعمل فيديو اديتنج، عشان كنت حاولت اعمل تشانل كده وانا صغير عندي 18 سنة، وكنت بعرف اعمل فيديو اديتنج، خلاص ده الحاجة الوحيدة اللي بعرف اعملها فهعملها. وهي دي الفكرة، ان الخدمة بتاعتك مش لازم تكون ماركتينج، مش لازم تكون فيديو اديتنج، مش لازم تكون اي حاجة. انت لو تجارة زي بقية الشعب، محاسب، محامي، ذاكر قانون دولي، طبعا مش خبير في الحاجات دي بس ذاكر قانون دولي وتقدر تعمل حاجات. طب اسنان، في بيعملوا ديزاينات كده للسنان، مهندس، كلها ديزاين، كلها ديزاينات، مش محتاج اصلا تشتغل في مصر. اي حاجة انت بتعرف تعملها ينفع تتعمل من غير وجودك الجسد. بس الفكرة كلها في العميل، ان انت لما بتختار الخدمة بتاعتك لازم تحدد انت هتارجت مين. انت اخترت المحاسبة، انت هتعمل محاسبات للمطاعم، لازم تبقى محدد قوي. في حاجات كتير ممكن تعمل، الفكرة كلها انك بتحدد انت عايز ايه وتروح تعمله. فاللي انا حددته، انا فيديو اديتنج جت معايا بكونتنت، جت معايا بماركتنج، جت معايا ان انا حابب اعرف ازاي اجيب ليدز، ازاي اجيب عملاء علشان اقدر اعمل اي بزنس انا عايزه.